ما في صباح الخير. صباح الخير. متأخر النهارده 5 دقايق. ما انا عشان كده بجري. طيب خلي بالك من نفسك. طيب وخلي بالك مني شوية، ده انا كنت عايزة اتكلم معاك. سرحانة في ايه يا بنت يا اكرام؟ الجو مزعلك؟ لا ابدا، بس خلي جاب لعريس امبارح. جيبه تقيل؟ بيقولوا. يبقى هتفرقها يا يوسف. اخصى عليك يا عديلة. امال سرحانة في ايه بقى؟ الحقيقة متلخبطة، مش عارفة شعور يوسف من ناحيتي. شوفي بقى يا مستجدة انت، ما تقعديش تضربي اخماس في اسداس لحد العصافير كلها ما تطير من على الشجر وتفضلي تتمشي زي حضرتك. عظمه احسن من نحته. قصدك ايه؟ يا تكلبشي في عريس خالك مسعود فورا، يا الواد بتاعك ده يفتح مخه عشان جيبه يعمر ويتقدم. ده الجواز اليومين دول ولا ابونا السد العالي. شايل استباحة يا سعادة المدير. ادعي لي يا ابني. ربنا لا يحرمنا منك يا راجل يا طيب. طيب سعيد. صباح الخير. صباح النور. لو سمحتي عايز اقابل رياض بيه بخصوص؟ موضوع مهم. ما تقولي الموضوع المهم ده لشريف بيه رئيسك المباشر. الموضوع ده بالذات يهم رئيس مجلس الاداره شخصيا. رئيس مجلس الاداره عنده لجنه. لا ما عندوش. بتكدبني؟ اديله خبر لو سمحتي. وكمان بتأمرني؟ يا مدام. مادموزيل من فضلك. مادموزيل مدام، انا مش جاي اهزر، انا جاي ابقى رئيس مجلس اداره. كده اهو. طب فوت علينا بكره، ولا اقول لك فوت يوم السبت. حاضر. ايه ده؟ استنى. ايه ده يا حضرة؟ هي وكالة من غير بواب؟ صباح الخير يا فندم. في ايه يا داليا؟ يا فندم ده موظف صغير في المخازن، دخل هجم كده. ايه مفيش احترام؟ لو سمحت يا فندم، في موضوع خطير جدا ما يحتملش انتظار، ولازم اقول لسيادتك شخصيا. طب معلش اتفضل انت. حاضر. متشكر. قهوة سادة يا سيد. وشوف سيادتك البيانات دي كمان. ايه ده؟ ودي كمان يا فندم. قلت لك عنده لجنة، واللمبة الحمراء مولعة. ايوه يا فندم. اطلبي لي النيابة الإدارية. حاضر يا فندم. الو، النيابة الإدارية؟ اديني الأستاذ صلاح سامي من فضلك. يوسف. ازيك يا اكرام؟ الله يسلمك. انت مستنيه حد ولا ايه؟ يعني ما انتش عارف، مستنياك طبعا. تعرفي وشك كان حلو قوي عليا النهارده. صحيح. وحياتك الشركه هتديني 500 جنيه مكافاه. 500؟ 5 وجنبيها صفرين. ألف مبروك. الله يبارك فيك. وهتعمل بيهم ايه؟ اول ما اقبضهم هجيب لك هديه تجنن. هديه؟ ايه؟ اقل منها؟ ده انت خيرك علينا كتير، كل ما نحتاج في المطبخ تساعدينا. يا اكرام تعالي بقى، انا خلاص صلحت الساعه. باين عليك عندك معلومات جديدة وخطيرة جدا، لدرجة انك تشتري لي عربية. ياه. اوام عايزة تخرجي من خانة العشرات لخانة الالافات؟ خلاص بلاش يا شريف بيه، مش هتكلم واسيبهم يقبضوا عليك. لا كلمي. شفت عربية تجنن في الاجانس هشتريها لك اذا كانت المعلومات اللي عندك تستاهل. صحيح. انت عارف اللي زينا بيطبطوا من لسانهم بكلمة الشرف. يوم السبت الساعة 8 الصبح النيابة الإدارية هتعمل جرد مفاجئ على المخازن والدفاتر والفواتير والأذونات وكله. ومين بقى اللي ورا الحكاية دي؟
رئيس مجلس الإدارة، بعد ما اطلع على المعلومات اللي بعتها له يوسف عبد الله. يوسف عبد الله؟ ده اللي بيشتغل عندي في الإدارة؟ أيوه، الواد الحليوة ده. كلب الستان. انا احمدي بدوي، انا باب الندى، انا مديري العيان، انا حامل حمى. يا روحي روح نحو المدينة وسلمين على النبي أشرف الورى يا سيدنا الحسين يا أبو علي. ناديت الهلال، ناديتك عشتك وجيت يا أبا العالمين يا سمة البرين. ناديت الهلال أنا خدت البراءة ونزلت الميلاد. ناديت الجرار يا سيدنا الحسين ادخل. مساء الخير يا سي يوسف. اهلا، مساء الخير. هي الساعة كام دلوقتي؟ بالظبط 7:30 و5. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. حتى البيت مش عارف تقليها. لا متشكر. وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم. مش وقته يا اكرام، الشيخ عبد الواحد هيغضب علينا. أشوفك الصبح. ان شاء الله. مع السلامه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. وبعدها معاك يا سيد يوسف، احنا مش قلنا ممنوع الحريم؟ صح يا مولانا. احنا رجعنا فيما قلنا ولا ايه؟ حصل الله يا شيخ عبد الواحد. ومين الصوت النسائي اللي كان بيكلمك؟ دي بنت الجيران يا مولانا، دي طفله ما حصلتش 5 سنين. عجبا، 5 سنين وتصعد إلى شقة عازب وبعد صلاة العشاء وتقلي البيض أيضا؟ توب إلى الله يا سيد يوسف، توب إلى الله. وذلك بالإضافة إلى إصابة 2 من رجال الإطفاء و10 مواطنين بإصابات بالغة، وقد نقلوا جميعا إلى المستشفى في حالة خطرة، وتولت النيابة التحقيق، كما انتدبت بعض أساتذة كلية الهندسة لتحديد أسباب الحريق. شاي باستباحة يا أستاذ يوسف بيه. لهم كام شاي؟ 2 ده غير. ايه شيلن؟ يعني ساغ بقشيش؟ ايه شويه؟ مقبول منك، بس يعني كان لازم تبححها شويه. دي الرزق وسعت قوي اليومين دول. يعني ايه؟ انت قصدك ايه؟ الله، ما تهبش فيا يا استاذ، ما احنا ناسيين عبير وغطاء. شاي باستباحة يا سعادة المدير. ربنا يكرمك يا ابني. خد دول وخلي الباقي علشانك. يا سلام، ربنا ما يحرمنا منك ابدا. ناس تكب اللي معاها وناس تاكلها ولعه. ايه رايك في الحريقه في قرار النيابه؟ الحاسة الصحفية بتقولي إن الحكاية وراها حاجات خطيرة. نفس الحاسه الصحفيه بتقول لي انك هتقدري تعملي نصر صحفي كبير. وآخرتها إيه نتيجة التعب وسهر الليالي والخطورة اللي بنتعرض لها؟ واجب اجتماعي لازم الصحافه تقوم بيه مهما كانت التضحيات. مقالات بتنكتب وريبورتاجات بتتعمل وصور بتتنشر، وبعدين قدرنا نلغي الشر من العالم. اسمح لي يا أستاذ، احنا بننفخ في قربة مقطوعة. بلاش الاحكام السريعه دي يا بهيره. كل ما تقدمي في المهنه كل ما تكتشفي انك بتقومي بعمل مقدس وانك بتساهمي في سعاده البشريه. اتفضلي بقى شوفي شغلك. أنا مش عارفة ليه حضرتك اخترت لي الحريقة دي.
ليه دايما تحطني وسط النار؟ عشان مفيش حلاوة من غير نار. هي فين الحلاوة؟ النصر الصحفي أولا وبعدين الحلاوة، وأنا بسميها العلاوة. أمرك. أنا حددت لك ميعاد مع رئيس مجلس الإدارة عشان تبتدي الشغل من جوه الشركة، وبديلك الحرية الكاملة في التصرف. المهم إنك تنجحي، تنجحي بأي تمن. بأي تمن. ثلاث دقايق بالظبط ويفضى على طول. على مهله. عارف ايه نتيجة التحقيق؟ الحارس قيد ضد مجهول. بس انا متاكد ان المجهول ده هو الاستاذ شريف سامي. التحريات دلت على ان وقت الحريقة كان في مكان محدد. طب يا فندم جايز له اعوان، او جايز غيره هو اللي له اعوان. تقصد مين يا فندم؟ طيب ايه رأيك في التوقيت بتاع الحريقة؟ انت مش ملاحظ انه تم مباشرة قبل ميعاد الجرد الفجائي اللي كنا ناويين نعمله؟ ما هو ده اللي يزود الشبهة على شريف. لكن ده ما كانش عارف الميعاد اللي حددناه للجرد. فعلا يا فندم، وانا كمان ما كنتش عارف. الميعاد ده ما يعرفوش غير 3: النيابة الإدارية وانا وانت. ايوه. تبقى الشبهة تزيد على مين؟ النيابة الإدارية؟ مش معقول طبعا. انا؟ لا العفو يا فندم. يبقى مين؟ يظهر ان سيادتك بتشك فيا والموظفين كمان بيبصوا لي بصات غريبه. انا مش عارف اقول لك ايه. ده انا اللي جمعت البيانات عن السرقات اللي كانت بتحصل. انا ساعه الحريقه كنت في البيت وفي شهود. انت دلوقتي قلت لي كلام عن الاعوان. طب ما هي النيابه حققت معايا يوسف، من الناحيه القانونيه موقفك سليم، خصوصا المستندات والدفاتر اتحرقت كلها. لكن بصراحه ده مش كفايه عشان يقنعني انا. وبصراحه اكتر انا حاسس انك قمت باكبر خدعه تعرضت لها في حياتي. عن اذنك يا فندم. ممكن ورقه وظرف من فضلك؟ اتفضل. من فضلك ادي الجواب ده لرياض بيه. حاضر. السيد رئيس مجلس الإدارة، تحية طيبة وبعد. أرجو التكرم بقبول استقالتي من عملي بالشركة، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. اتفضلي يا بهير هانم. على فكرة انت ذوقك في اللبس يجنن. ميرسي.
ممكن اطلب منك نبقى يوم ننزل السوق سوا، تنقي لي حاجات على ذوقك؟ يا خبر، تحت امرك، اتفضلي. ميرسي. يا سيد، يا فندم. قهوه سكر زياده يا سيد. حاضر يا فندم. ياه، انت فعلا ذوقك هايل يا داليا. ميرسي. مش عايزه تشتري حاجه تانية؟ كفايه كده النهارده، انا فلست. بس هتنزلي معايا مره تانية لما اقبض المكافاه على الريبورتاج اللي بعمله على الحريقه بتاعتكم. كتبتي ايه يا ترى في الريبورتاج؟ مش عارفه لسه اكتب ايه، اصل قابلت ناس كتير من اللي بيشتغلوا في الشركه، والاشاعات بتدور حوالين. بتقول ايه الاشاعات دي؟ وبتدور حوالين مين؟ حوالين اللي اسمه يوسف عبد الله. يوسف؟ يوسف. مين يوسف ده؟ ما انت شفتيه. امتى؟ اللي خرج من عند رئيس مجلس الإدارة وانت عندي في المكتب. ما خدتش بالي، الكتاب كان شاغلني. الله، هياكل من رقبتك حته. والنبي خساره تدفني الجمال ده كله ورا مكتب السكرتاريه. بالحق يوسف كان كاتب ايه في الجواب اللي فتحتيه؟ ابدا، كتب استقالته. يا حرام، هو فعلا وشه ساعتها كان زي الكركم. معلش بقى، خليك هنا اما اقبض المكافاه. لحظه واحده يا داليا. يعني كانت بتراقب وشافتني وانا بفتح الجواب؟ امال كانت ليه مستعبطه عامله نفسها بتقرا في الكتاب؟ تبقى بتجر رجلي. يا ترى قالت ايه لرئيس مجلس الاداره؟ لازم فهمته اني بتجسس، واني بتصنت على التليفون، واني عرفت ميعاد الجهد الفجائي وقلت لك، وانت بقى اللي عملت الحريقه عشان تقدم اي دليل ضدك. غبية غبية. انا ما قلتلهاش كده. جبانة جبانة وطفلة، لكن لازم تكوني اذكى واعقل منها. امال دخلت جو ده ليه؟ بس عشان تركبي عربيات وتلبسي فساتين وتتمتعي. كل ده من غير ما تفتحي مخك وتفتحي عقلك. انا ما قلتش حاجه، ما قلتش حاجه. قلت كتير بمجرد انك هربتي منها. انا خفت استنى معاها اغلط اكتر من كده. شريف، بالعقل نتفاهم بالهداوه. هداوة؟ يعني دلوقتي بقى قدامنا بهيرة ويوسف. مش يوسف استقال وخلصت منه خلاص؟ يوسف استقال بسرعة لمجرد إشاعة طلعناها عليه. فاجئني، خرج من الميدان قبل ما أخلص منه. هو انت كنت لسه عايزه؟ طبعا عايزه ولا استغنى عنه. فكرك يعني أسيب ويبحث ويطقص؟ ده ساهي وتحت منه دواهي. شريف، ابعدني انا عن الحكايه دي. ودي تيجي؟ ده انت الحكاية نفسها. ازاي؟ الطريقة المعتادة، الحب يصنع المعجزات. والحب علشان يعيش يلزمه فلوس كتير. طب ده انت مذاكر اهو. اللي علينا دلوقتي ان احنا نعوده على السهر وعلى الحفلات وعلى اللعب لغاية ما يدين. جميل. وبعدين؟ وبعدين بعد ما تيجي رجله هيبقى زي العجينة في ايدينا. هايل يا شريف. حفظت دورك كويس؟ يلا يلا. يعني يوسف بتاعك ما جاتش يقبض المهر ويكتب الكتاب زي ما قلتي؟ ما هو الحريقة اللي حصلت عندهم في الشركة لخبطت الدنيا. لا، ما هو اللخبطه دي ما تعكش على دماغي انا. قادر يجي يقبض ويكتب في ظرف اسبوع واحد ما فيش غيره يبقى حبا وكرامه. مش قادر، عندنا اللي جاهز ويقدر. ولا هو فاكرك مربوطه على الطوال عشان ما انت يتيمه الام والاب؟ البركة فيك يا خالي. يبقى تسمعي كلامي. حاضر. أنا جيت. اتأخرت كده ليه يا إبراهيم؟ كنت في رحلة عذاب. الله، ده ينفع اسم فيلم كوميدي.
المهم خلصني، جبت عنوان يوسف عبد الله. اسمعي يا ستي، مغامرات ابو خليل. رحت لشؤون الافراد في الشركه اسال على عنوان سي يوسف. حسيت فيه جو كده تليفونات وكلام بشويش، وعايزه ليه ومش عايزه ليه. ايه انا بسال على اساس اكتشاف الذره. المهم عرفت العنوان ولا لا؟ بطرق لولبيه. يوسف ده في واحده متيمه فيه اسمها اكرام، لكن هو مش واخد باله منها. واكرام دي لها واحده صاحبتها اسمها عديله متيمه في محسوبك، وانا برضو مش واخد بالي منها، لان شكلها والعياذ بالله بيؤكد نظريه داروين بان الانسان اصله قرد. يا اخي اختصر، جبت العنوان بس دفعت فيه قد كده. كام يا اونطاجي؟ لا مش فلوس. امال ايه؟ اديت لعديله ميعاد عند جبليه القرود في جنينه الحيوانات، وده حلبتها لحد ما خدت العنوان. طب الحقني بيه، اعمل معروف. مش تستني لما تعرفي الباقي؟ ايه تاني؟ داليا. صحيح، عملت ايه؟ 36 مخالفه علشان الحقها قبل ما تخرج من الشركه، ووراها من غير ما تحس لحد ما روحت. لقيتها ساكنه في عماره نص كم على قد الحال. انما بقى بعد التحيه والملاغيه مع المكواجي عرفت ان عندها عربيه سبور اخر منجاه. مش معقول. وشفتها بعناية دول اللي هياكلهم الدود بعد عمر طويل جدا ان شاء الله. ممكن يا ابراهيم تكمل جميلك وتشوف لي في المرور اشترت العربيه دي امتى؟ وهتدفعي كام في البيعه دي؟ 5 جنيه بحالهم. لا ما باخدش فلوس. امال ايه؟ اديك ميعاد في جبليه القرود؟ لا برضو. عاوزك تساعديني في الروبورتاج اللي بعمله عن اهم الاحداث العالميه اللي سببت كوارث للبشريه في القرن العشرين. اتفقنا. وادي عنوان يوسف وداليا. اتفضل يا استاذ ابراهيم، انا محضرهم لك. الو، مين عايزها يا فندم؟ لحظه. داليا. غريبه. يمكن حست بحاجه وعاوزه تنكشك. الو، اهلا يا داليا، انت كمان وحشتيني. ما انا كنت مستنيه لما اقبض واكلمك. وعزماني فين بقى؟ ولو اني مش قد الحاجات دي، لكن انت عزيزه عليا قوي، ما اقدرش ارفض لك عزومه. باي. ادرس انت الكوارث على مهلك. عظيم، يعني هتجر رجلك. وبعدين؟ انجر معاها للاخر، بس اوعي نفسك احسن تتزحلقي. السكه دي انا حاسه انها مليانه شوك. وامتى كان شغلنا سهل؟ لازم تمشي على الشوك لغايه ما توصلي للورد. وداليا كمان اخلاقها ما تطمنش. وده ياثر عليكي في ايه؟ الناس هيشوفوني معاها وهاتي تشنيع. توصلي لهدفك الناس هتفهم وتبطل تشنيع. يلا ربنا معاكي. انا حاسه ان انا نشاز في وسط الجو ده، ولا يهمك. انا في الاول حسيت بكده، من ساعتها قلت لنفسي انا كمان لازم يبقى لي نصيب في كل حاجه حلوه. انا مش اقل من نيل
بس النصيب ده اللي ما عندهاش تمن غالي قوي. هيكون ايه؟ ما هو الواحدة يا تبيع ضميرها يا تبيع جسمها، يا الحظ يوقعها في راجل غني يتجوزها. يا ترى ايه اللي واحدة تقول جابت لك النصيب؟ المراية قالت لي ان جسمي حلو. انت صريحة قوي. انا دايما كده مع الناس اللي بحبهم بس. اوه، سرحتي في ايه؟ بتفرج على الجو الغريب ده. يظهر مش انت بس المراية قالت لك ان جسمك حلو. بصراحة بقى انت كمان جسمك حلو قوي يا بهيرة. وبعدين معاكي. قلبتيها دراما كده ليه؟ ما كل حاجة ماشية كويس اهي. كان نفسي البسه فستان الفرح. هو مين سعيد الحظ ده؟ يوسف عبد الله. بتحبيه؟ مش بعقل، بس يا خسارة هو مش حاسس بيا، ومن غيظي بقيت اتجسس عليه في كل حاجة. عشان كده بقى فتحتي جوابه. طبعا عايز اعرف كل الخبايا بتاعته، يعني اذا كان بيحب واحدة تانية بيعرف واحدة غيري. ويا ترى يا شقية انت عايزة يوسف ولا الفلوس اللي الاشاعات بتقول انه لهفها؟ انا ما يهمنيش اذا كانت الاشاعات صح او غلط، انا عايزاه هو. يا طماع، عايزة الفلوس والحب كمان؟ انا عارفة انهم ما يركبوش مع بعض، عشان كده كتمت حبه في قلبي، وديتها دمعتين كل ما افتكره. اهو كده، خلينا في النصيب. يلا بينا نتغدى سوا بكرة، بس قبل الغدا نفوت على جماعة عيانين في المستشفى. اوكي؟ يلا بينا. يلا. بهيرة، ايه دول؟ مصابين في الحرب؟ لا، دول مصابين في الحريق. يلا سلمي عليهم وقدمي لهم الهدايا بنفسك. انا؟ يلا يا داليا، يلا معاها يا ابراهيم. مسكين، مات امبارح. داليا، داليا. احصلها يا بهيرة؟ لا خلاص، افتكر واضح دلوقتي ان ليها دور تاني بتكسب منه، مش من جسمها زي ما حاولت تفهمني. لكن مادام ضميرها صحي بالمواجهة اللي عملتيها، يبقى ممكن بلعبة تانية يكمل صحيانه وتعرفي منها كل حاجة. مش بالسهولة اللي انت متصورها دي يا ابراهيم، دي وراها ناس اقوياء بيحركوها. يعني هتصرفي نظر عنها؟ مؤقتا، لحد ما اشوف الخط التاني هيوصلني لفين في اللعبة المزعجة اللي اتغرست فيها دي. أكل العيش مر يا بهيرة. فينك يا يوسف يا عبد الله؟ الرابع عشر فعلان يضم أوله وسكون ثاني ويكسر في ثلاث في اسم على فعل كظهر وبط وفعل صحيح العين كذكر وجزع أو فعيل كقضيب ورغيف وكئيب. وقل في نحو راكب أسود.
الله، مش حضرتك طبعا مش عارفة. شفتك قبل كده في مكتب السكرتير بس ما حصليش شرف. احنا قلنا ممنوع الحريم، انا اسف. ممنوع الحريم. طب مش هتسمح لي اقعد؟ ها؟ اتفضلي. أنا لا أسمح بهذا العبث. شيء غريب يحدث يا سيد خليفة. يمكن قربته يا شيخ عبد الواحد. المبدأ مبدأ ولا استثناء فيه. طب سماح النوم، اشرب الشاي اشرب. أنا هستذكر ألفية ابن مالك ولا هعمل أمين شرطة في هذا المسكن. يا سيد يوسف، يا سيد يوسف. ايوه لحظه واحده يا شيخ عبد الواحد. معلش، اصل احنا شويه عزاب عايشين مع بعض وعاملين معاهده. مش ملاحظ انك ما جبتليش كرسي اقعد عليه؟ ايوه هو حضرتك هتطولي؟ لا، كلمتين وبس. اصل بصراحه الكراسي اللي عندنا مش قد مقام. يا حرام، ازاي انت عايش في المستوى ده وبيتقال انك هابش الوفات؟ مش جايز اكون مخبي الالافات وبتمنظر بالعيشه دي عشان اضللهم. انا عايزه كلام صريح من غير لف ولا دوران. ايه اللي حصل في الشركه؟ متاسف، الموضوع ده انا عايز انساه. حتى لو عرفت انك موضع شك واتهام وان الاشاعات ما بترحمكش. يقولوا زي ما هم عايزين. حتى لو عرفت ان واحد من المصابين مات وساب 7 عيال وان 2 اتقطعت رجليهم و3 اتشوهوا بعات مستديمه. وانا ايه اللي في ايدي اقدر اعمله؟ لازم تتكلم. اتكلم اقول ايه؟ تقول الحقيقه وانا هنشرها لك واملى بيها كل الدنيا. ومين هيصدقني؟ كل الدنيا. بس حط ايدك في ايدي وتعالى ندور سوا لغايه ما نثبت براءتك والمجرم ياخد جزاءه. يا يوسف هذا تسيب ولا أسمح به إطلاقا. تعالى لم عزالك وارحل عنا فورا. اعملي معروف، سيبيني في حالي. مش قبل ما اقولك على موضوع يهمك تاني؟ اه حرام عليك تعذب البنت وتسيبها على نار. بنت مين؟ داليا. البنت حلوه وشيك وغنيه وبتحبك. يا ستي انا راجل على قد حالي. انا ما بقولكش اتجوزها، بس اتجاوب معاها لغايه ما توصل لهدف. البنت تعرف حاجات كتير. طيب نتقابل انا وانت وهي يعني. قولي لي يا بنت فرحيني، عملت ايه مع يوسف امبارح؟ يوسف ده يتقل بالذهب، كله رقه وحنان. خدني امبارح عند الجواهرجي وفرجني على ايه اشكال والوان عشان انقي الشبكه. ونقيته ايه؟ قولي لي. كل ما اقول له على حاجه غاليه يقول لي الدنيا كلها ما تغلاش عليكي. ربنا يهنيكم ببعض. بس انتوا يا اختي مكسلين قوي. عارفه انا بحلم بايه؟ ان انا وانتي نتجوز في ليله واحده. لا ده ابراهيم ده حباله طويله قوي. بالحق عملتي ايه؟ قابلتيه عند الجبليه؟ اسكتي، ده فسحني فسح واكلني اكل. ابراهيم ده عسل، ده عمل عمايل. عمل ايه؟ ركح تحت رجلي وقال لي بحبك بحبك بحبك. قالها لي اكتر من 20 مرة. رحت انا قرص على ايدي صرخ ولم عليا الناس. كنت فين لغايه دلوقتي يا ليله الحيه؟ انا كان عندي ورديه. كدابه في اصل وشك. شوف كنت دايره فين على حل شعرك. ما انت عارف يا خالي. وانا اعرف عنك حاجه. انت خارجه داخله وقت ما يعجبك، والشويه اللي بتقعديهم في البيت بتسرحي في يوسف. اسمعي يا بنت، انا خلاص فضيه. اختاري لك خيره، يا نكتب كتابك على المعلم عطيه يا تغوري من وشي. الباب اهو يساع الجمل. قلت ايه؟ اللي تشوفه حضرتك يا خالي. خلاص نسترك قبل ما تجيب لنا العار لحد عندنا. احنا يا بيه بقى مش هنخش في العمليه الجديده؟ مش لما نخلص قبل من مشكله بهيره ويوسف؟ يا بيه بهيره ويوسف ما تحملش همهم ابدا، دول في جيبي. ازاي يا شريف؟ يوسف ده مصدر خطوره عليك وبالتالي على الجهاز بتاعنا كله. احنا لازم اولا نأمن شره. ودي تفوتني برضه يا بيه، انا عامل ترتيبي. انا بتكتك علشان اجره في المصيده. برضه نستنى شويه يا شريف. العمليه الجديده عايزه دراسه وتخطيط.
احنا لأول مرة بندخل في لعبة التصدير والسوق السوداء دي بقى في جيبي. دي خبرة سنين. لسه ما انش الاوان يا شريف بيه. ابرك يا بيه. مساء الخير. اتأخرت كده ليه؟ أبدا العربية اتعطلت مني في السكة. ايه اللي انت لابساه ده؟ انت جاي تعزي؟ لا أنا جاي أسمع كلمتين. هكلمك بعد ما تغيري الهباب اللي انت لابساه ده. وهغير ليه؟ الشغل عايز كده. شريف أنت عارف كويس قوي إن أنا بجيب معلومات وبس. يا بنت ما تتبطريش على النعمة لا بعدين ربنا يفقرك. آسفة. كفاية اللي حصل بيني وبين بهيرة. كفاية إنها عرفت عني إن أنا مش شريفة. انا بقى هقولك على مثل كانت بتقوله لامي. اللي يمشي في سكة الحرام ما ينقيش. هيبقى عبد للحرام. يا سلام. اهل زمان دول كانوا بيقولوا حكم. لميتك بقى مع يوسف وبهيرة. البيه مستعجل وعايزهم يدخلوا الهيئة. وهيعمل بيهم إيه؟ هو عايز وجوه جديدة. برضه مش فاهمة. افهمك. يوسف يعرف كتير وبهيرة صحفية ولسانها طويل. لو قعدوا الاتنين يدردشوا مع بعضيهم هيقولوا مزاجنا ويقلقوا نومنا. طب على ايه؟ ما ناكلهم احنا قبل ما يقزقزونا. مش معقول. داليا السهتانة دي تعمل كل ده؟ يوسف، الواحدة مننا لما بتحب بتدي نفسها بالكامل للراجل اللي بتحبه. خلي داليا تحبك، هتعرف عن طريقها حاجات كتير انت محتاج لها، والعدالة كمان محتاجة لها. وانت ليه ما تكمليش محاولتك معاها؟ خايفة اضعف قدام الجو ده وامشي في الطيارة عشان انجح في المهمة بتاعتي. انا بشر يا يوسف. طب ما انا كمان بشر وممكن قوي اني اضعف قدام داليا. ما افتكرش، انا ابتديت اثق فيك قوي. انا كمان حاسس بكده قوي، بس مش لدرجة انك تطلبي مني اني اكشف الجريمة عن طريق خيانة ضميري وعاطفي. وليه بتسميها خيانة؟ انت هتعمل تمثيلية رخيصة عشان توصل لهدف نبيل. يوسف، اهلا. ازيك يا اكرام؟ انا ولا حاجة من غيرك يا يوسف. ازاي الكلام ده؟ ما انت مواعيدك اتلخبطت وما بقتش اشوفك. وخالي عرفني في عشتي. مزعلك؟ جايب لي عريس ومصمم يجوزهولي، وانت ولا انت هنا. ما دام انت مش عايزة انا هكلم خالك. يا ريت يا سي يوسف. بس لما اروق شوية، اصل مشغول قوي اليومين دول. في شغلانة في ايدي لازم اخلصها. ربنا معاك. انا هستناك. الو يوسف، ايه المفاجأة اللطيفة دي؟ طبعا ما عنديش مانع ابدا. امتى وفين؟ اوكي. الو. حلو. كان فين من زمان ده؟ انا معذور فيه قوي. طب يلا بقى يا حلو، روحي له يا حلو. لا دلوقتي انا ما اخافش عليك. انت عارفه بتعملي ايه وحافظه خطواتك كويس. يوسف، يا ترى انت اخترت المكان ده عشان تعمل مقارنة ولا ايه؟ انا؟ لا ابدا. انا قصدي نبقى بعيد، مفيش حد يوصل لنا ويضايقنا. داليا انت زعلتي؟ يوسف خليك بعيد. الله، انت خايفة مني ولا ايه؟ واخاف منك ليه؟ انا بس احب اللي يعرفني ما يخافش ان حد يشوفني معاه. انت اللي خايف. من مين؟ قول.
خليك صريح معايا من الاول. انا مش خايف من حد ولا من اللي في بالك. انا عندي كل الحريه وعايز اعيش واتمتع بالدنيا مع اللي تفهمني وتحب الدنيا زيي. برافو، ده انت ما ضيعتش وقتك. ما انا خلاص اتعلمت منك ازاي اشتغل بسرعه الصاروخ. خلاص كمل المشوار للاخر. بهيرة، انا في لحظه ضعف استسلمت للهزيمه وكنت خلاص هيأس. انت اللي صحيتيني وشجعتيني على اني احارب بكل سلاح عشان ادافع عن نفسي وعن ناس كتير. والغايه تبرر الوسيله، انا ما بعترضش. ما احنا متفقين ان الغايه نبيله والوسيله احيانا بتكون حقيره. وبرضه بقول لك كمل كمل. لهجتك بتقول عكس كلامك. يعني ايه؟ انت متصور مثلا ان ابتديت احبك واغير عليك؟ الحقيقه ده اللي ابتديت احس بيه فعلا. لا ما تصدقش الاحساس ده. وعشان اكد لك كلامي انا بديلك دعوه مفتوحه انك تجيب داليا هنا عندي في اي وقت تحب، وهساعدك بكل جهدي انك توصل للاعتراف اللي انت عايزه. اشرب. كله تمام يا بيه. هايل هايل قوي قوي. او كده علشان تفتحي نفسي الدنيا واعرف الاغيه لك عليا بقى. في كل مره هجيب لك فستان اشيك من التاني. لا، فستان لوحده ما ينفعش. ماشي. طب اجيب لك طقم كام؟ والطقم برضه ما ينفعش. حاضر. وادي مبلغ صغير اهو مصاريف. اهو كده كده حلو قوي. لا ده الشغل احلى.
مالك كشش ليه؟ قطة زي اختي كمان وبيتها بيتي بالظبط. يعني هيبقى بيتك انت كمان. اتفضل. وبعد المقابلات والسهرات دي كلها ما وصلتش معاها لحاجة؟ معاها. انا عايز اوصل لهدفي، لازم اتجاوب معاها عشان تطمن لي. طب يا سيدي خد راحتك معاها على الآخر. بهيرة، عينيكي فيها شك كبير. لا انا واعي قوي وصحي العملية. ومالك عصبي قوي كده؟ لا ابدا، بس ما كنتش فاكر ان العملية محتاجة المصاريف دي كلها. يعني عايز فلوس مش كده؟ لا لا لا، مش معقول اطلب منك. لولا اني فاهمة اخلاقك كنت قلت عليك راجل سافل تاخد مني عشان تصرف على واحدة تانية. يبقى احساسي مظبوط يا غيارة. معلش، اعتبريها برضه وسيلة حقيرة لغاية نبيلة. انا اقدر استغنى عن 20 جنيه والدعوة بتاعتي لسه مفتوحة. خد يا يوسف هنتحاسب بعدين. عظيم بقى عظيم، الراجل استوى وفاضل له تكه. بس تعرف يا شريف، انا حاسه انه بيحاول يجر رجلي. ثم طبعا لازم يحاول يجر رجلك، انما ايه بقى؟ تيجي تصيده وصيدك، هو اللي رجله اتجرت. ازاي؟ بعد المصاريف وبعد الحفلات وبعد ده كله طب في الخية. يلا يلا الى العمل. اوكي. قطة، طلباتك يا بيه. انا بقول يعني ست واحدة ما تروش راجل، واحنا عايزين نروش ابو حجاج على الاخر. انت شوية وداليا شوية والشغل يمشي عادي. خدي شنطتك وشوفي شغلك. يلا. الليلة انا واخدة اجازة من محله ونفسي اقعد قاعدة على الرايق. يلا يا حمام الغية اتسلوا برقصتين وانا جايه لكم حالا. داليا، تصوري لغايه دلوقتي لا حكيتي لي عن نفسك ولا حكيت لك عن نفسي ولا فكرنا في بكره. ان كان عليا انا عايزه اسالك واحكي لك حاجات كتير، بس انت اللي مش بتشجعني. طب اعمل ايه عشان اخليكي تفتحي لي قلبك؟ خليني احس ان انت الراجل اللي هيقف جنبي ويريحني واقدر اتمنه على اسراري ونفسي. انا مستعد اعمل اي حاجه عشان اساعدك يا داليا. صحيح يا يوسف؟ تعمل اي حاجه علشاني؟ ان شاء الله حتى ابيع روحي للشيطان عشان. خلاص، انا عايزاك الاول تبيع روحك ليا. خلاص بعتها لك من دلوقتي كده اهو. حاس من غير ما تلبسني دبله. يعني نتجوز؟ وشك اتغير كده ليه؟ لا ابدا، بالعكس، ده انا فرحان انك قلتيها. بس انت عارفه اني مش جاهز. طبعا اذنك. طب ايه بس، انا قلت حاجه غلط. طب استني بس، طب استني بس هفهمك كل حاجه. بس شاطر تقولي افتحي لي قلبك، انا مستعد ابيع روحي للشيطان علشانك. ايوه فعلا يا داليا، بس كداب، انت ما بتحبنيش. ايه كفالة شر في ايه؟ اتفضلي يا ستي، البيل واخدني تسليه وانا اللي سبت الدنيا علشانه. ما انا كمان يا داليا سبت الدنيا عشانك. جرالك ايه يا يويو؟ شعبط البت بيك وتعلقها، مش تشبكها بدبلة الماظ ولو ب 200 جنيه؟ ايوه، ما هو ال 200 ايه؟ ايوه 200 جنيه. ما انا يمكن ما استاهلش في نظره ال 200 جنيه. يا خبر، ده انت تتقلب جواهر. لكن انا الحق عليا، انا اللي رميت نفسي عليك، مش هتشوف وشي بعد كده. الله، داليا استني ايه؟ بس يلا ايه؟ حكايتك ايه؟ قول لي بقى بصراحة، انت عايز البنت بجد ولا حلواني كده؟ طبعا عايزها يا قطه، بس في ظروف يعني هي لازم. طب يا سيدي اخطبها وطول في الخطبة، ولا اتجوزها عرفي، ولا عاشم وطنش. المهم تلاقي مخها ولا تقولش لا عشان تسمع كلمة ايوه، بس حكايه الدبله الالماس دي يعني. ما هو لازم تتجاب، يعني لازم تتجاب. ان شاء الله تسرق، تنهب، تذبح، مش مهم.
امال الراجل معناته ايه؟ معناته شخشخ ودلع، ما تفضحناش. اشرب بقى وافردها وسيبنا افكرلك. انت هتفكري ولا هترقصي؟ اصل انا بقى مخي متركب في وسطي، لازم يتحرك. بس خلاص لقيتها. تعالى ورايا يا يويو. على فين؟ تعالى اه تعالى تعالى. تعالى خش بقى تحت السرير. نعم، تحت السرير. طب وليه تحت السرير؟ خايف من ايه؟ ده تحت السرير في رزق مش بعبع. خليك انت ما تتعبش نفسك. شايف الشنطة دي؟ في واحد مستنيها، هوصف لك فين توصلها له وهيديلك 200 جنيه. هيبقوا بتوعك في توصيلة واحدة مفيش غيرها، وهعلمك السيمة عشان يعرفك وتعرفه، بس على شرط لا تفتح الشنطة ولا تفتح بقك. الو. ها ايه يا قطه؟ طمنيني، ازاي الحال عندك؟ حصل. ايوه يا ما انت كريم يا رب. وصل وزمانه دلوقتي بيسلم. طب اسمعي بقى، بكره خدي اجازه وخدي قلبي معاكي. بركه. تبريرك نوعه ايه؟ درج. بيولع؟ حريقه. طب شط. شطينا. شكل. يلزمني ابخركم بالعود من عين كل حاسد وحسود. داليا، نفسي بقى نقعد لوحدنا. وانا كمان يا يوسف. طب ما يلا بينا. بس عايزه الاول اطمن واحس انك صحيح شاريني. امال دي ايه يا داليا؟ قد كده انا رخيصه عندك؟ طب انت عايزه ايه تاني؟ ما كل اللي طلبتيه جبتهولك. يعني انت من نفسك ما تعرفش الواجب؟ الدبله دي مش ناقصها اسوره؟ اسوره؟ وطبعا الاسوره هنقصها عقد والعقد هنقصه حلق. يعني ايه؟ بتهزقني؟ انا جيت بالجو الهندي والشمع قايد والرقوه من عندي وعجبي. ايه تاني كفل الشر؟ هو انا كل ما اسيبكوا شويه تلبخوها؟ واتفضل ادي دبلتك كمان ولا
تقشر ولا تشخط فيا. يا رب تهدميني يا شيخة. الله، ما انت شايفه وشه مقلوب ازاي؟ لا 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 يا داليا، انت عصبية قوي الليلادي، والنسب يا اختي زي اللبن الحليب، اي حاجة في الدنيا تعكره. يعني اتخرس، اطق، اموت. اتكلي على الله انت دلوقتي وسيبيني انا احل المشكلة. حاضر، اديني رايحه في 60 داهيه عشان تنبسطوا. ميعادنا الليلة الجاية يا داليا. ايه اللي قوم زعببها؟ ايه اللي ما بتعرفش تلاغي؟ عايزه اسوره. من عيني. حاضر، تحت السرير. واخرتها لو اتقفشت هروح مؤبد. يو، مين اللي هينفعني ساعتها؟ انا فداك يا يو، اخس عليك. شكلك بيقول ان كل حاجة ماشية عال. اتفضلي يا ستي. ادي ال 20 جنيه اللي سلفتهم منك. جاي بس عشان كده؟ لا، كنت عايز اخد رايك في الاسوره اللي هديها لداليا الليله دي. جنان، مش قلتلك يا خوفي لا تبيع نفسك بالكامل ليها. وانت ما بعتيش نفسك بالكامل لها لما قابلت انك تخرجي وتسهري معاها. انا دايما على البر، ما تزحلقش. بهيره، ارجوكي ما تزعليش مني. انا اعصابي تعبانه لاني بعمل حاجات انا مش راضي عنها. تصوري بيمتحنوني في حاجات في منتهى السخافه. سيره وانا هساعدك للاخر. اطلب داليا واعزمها هنا. طب نأجل العزومه دي شويه لغايه لما نتفاهم. انا يا سيدي اللي هطلبها، ولا تزعلش. الو بهيره، مش معقول، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اعمل لكم ايه؟ ما انتوا مش راضيين تعتقوني من لعبة قاضي الغرام. عشان كده انا عازماكي بعد الظهر ناخد شاي وانبسط لما اشوفكم مع بعض. مش باين. قصدك مع مين؟ يوسف. طب حاجه يا بهيره عشان خاطرك بس. اعملوا بقى مكسوفين قدامي يا اونطاجيه. على العموم انا سايبه لكم البيت وماشيه حالي. ايه ده، انت خارجه يا بهيره؟ اصل جالي ميعاد فجاه، بس مش هتاخر، يعني ساعه ولا ساعتين بالكتير. طب اجيلك انا في وقت تاني. ايه يا داليا، خايفه على روحك لا تسرقي حاجه من البيت وانا بره؟ هسرق يوسف على الاقل. هو انت لسه يا خايبه؟ مش عارفه. طب يلا قومي حضري له الشاي، وانت قوم ساعتها شويه. والشاطر فيكم اللي يسرق التاني الاول. باي باي يا حراميه. باي. اخيرا بقينا لوحدنا. استاذ وجدي، انا اسفه جدا، مش قادره استمر. انا كتبت استقالتي. من حقك تستقيلي ومن حقي ارفض الاستقاله. انا مصممه عليها يا استاذ وجدي. بعد ما قربت تنجحي في مهمتك؟ بالعكس، انا ما اخبيش عليك، قلبي بيتحرق، اعصابي خلاص هتنفجر. اسمحي لي كاخ اكبر ان الفت نظرك للاخطاء اللي وقعت فيها. انت يا بهيره ما قدرتيش تعملي فاصل بين شغلك وعواطفك. سبت عواطفك تاثر عليكي لدرجه انها ابتدت تاثر على شغلك، وده منتهى الخطوره. انت ابتديتي تحبي يوسف. يوسف؟ ابدا، مش صحيح، مش صحيح ابدا. غير كده فيما يختص بعملك كصحفيه ما قدرتيش تنصفي مهنتك. دايما تقول ان الصحافه زي اللي بينفخ في قربه مقطوعه، وانها ما بتقدرش تمنع الشر المنتشر في جميع انحاء العالم، وده مش صح. وكل انسان شريف بيساهم في الصراع الازلي مع الشر. عشان كده الحياه بتستمر، ولولا كده كانت البشريه انتهت من زمان.
بهيرة، انا هسيبك تفكري شوية وبعدين تقرري هتسحبي الاستقالة دي ولا هتسيبيها على مكتبي. باي باي يا حرامية. باي باي. اخيرا بقينا لوحدنا. يا سلام، كنت عايز صحيح تبقى لوحدك معايا؟ من زمان وانا عايز ابقى لوحدي معاك. يوسف، طب يلا يا روحي واحكي لي اوام عشان اعرف انك صحيح بتحبيني، وساعتها هحكي لك انا كمان على كل حاجه. الله يوسف بتعمل ايه؟ لا اصل الدنيا حر قوي وفستانك ده زحمه خالص. احكي لي بقى يا اجمل ولا داليا في الدنيا. طب ما تحكي لي انت الاول ايه حكايتك مع بهيرة؟ بهيرة؟ ما تكدبش عليا، انا شفت في عينيها كلام كتير. صحيح؟ قول، مش هزعل، علشان انا كمان اقول لك على اللي بيني وبين شريف. شريف مين؟ شريف صادق. احكي لي بقى، انت شوقتيني. لا، بعد ما تقول لي انت بصراحة على اللي بينك وبين بهيرة عشان اطمن. من ناحيتي انا مفيش حاجه، لكن الظاهر انها بتحبني. مش بقول لك؟ قولي لي ايه بقى علاقتك بشريف؟ قولي لي يا روح قلبي، انا كمان مش هزعل. سافل. الو،
والعنوان اهو، والسين كده. باي. لا هايل يا ولد، هايل. تعالى بقى روق قبل ما تاخد تمن التوصيله. يوسف، تعرف انك كنت هتوديني في داهيه في يوم من الايام، وكانت النتيجه ايه؟ حرايق وناس ماتت وناس اتعورت، انت بقيت في الشارع، انما انا زي ما انا، شقه زي ما انت شايف اهو، شرب، ستات، فرفشه، كله تمام. اشرب. على العموم انا اتعلمت درس قاسي. لو ايه، انا بسطتك على الاخر، فتحت لك بيت قطه تتبسط وتفرح وتزقطط وتاخد فلوس كمان. انا قصدي قلب طيب قوي لدرجة الهبل. داليا، انا شخصيا خدت حقي حسب الاتفاق كده. ايوه، وغيري خد اكتر كمان. طيب نشوف. الشنطة الأولانية اللي وصلتها كان فيها جزمة حريمي وقبضت 200 جنيه. الشنطة التانية كان فيها جوز جزم رجالي وقبضت 300 جنيه. مين عارف كعوبهم كان فيها ايه؟ يا جدع خف عني شوية، أنا مش حملك. اقعد اقعد اقعد. بس بقى اللي لفت نظري انك ما فتحتش الشنط وما بلغتش، وده يدينا فكرة انك عايز تاكل لقمة عيش بشرف. يعني كنت بتمتحني؟ بس هو اللي ما عجبنيش انك حبيت تجر رجل داليا في لعبة الحب، وده قلبها خفيف ما يستحملش واحد له وزن وخبير زيك. وانت تعرف منين ان انا بلعب عليها؟ مش يمكن بحبها بصحيح؟ ما علينا. وتفتكر لعبتنا دي هتنتهي على ايه؟ بثروة عظيمة. على فكرة احنا مش اتفقنا اوصل الشنطة دي وتديني 400 جنيه؟ صح. وادي الفلوس. لا، ما تمدش ايدك عليهم الا لما اقول لك انا. ده امر يعني ولا ايه؟ اعتبره امر لو حبيت. بلاش. احنا قاعدين، القعده حلوه وفرفشه، بس يا خساره ناقصه شريكتك علشان تكمل. شريكتي مين؟ بهيرة.
انا ما اقبلش حد يبص لغيري وانا بكلمه. على فكره احب اقول لك ان انا ماليش شركاء، دي مجرد صديقه. على كل حال انا لما احب اشارك حد يرفعني، مش واحده محتاجه للي يرفعها. دي غلبانه من ايدها لبقها. دلوقتي باختصار اقدر اخد الفلوس ولا لسه هستنى اوامر؟ تستنى الامر. وانا بقى مش هستنى اوامر من حد. يوسف استنى، عايز مني ايه؟ الشنطه عندك هناك اهي، وانا خدت فلوسي. عارف لو فيها كوزين ذره مشوي هاخدهم وامشي برضه. انا قلت لك استنى. هي اوامر وبس. شوف بقى، انا يا اما اشيل عدو من على وش الدنيا يا اما اكسبه بالكامل. وانت هتكسبني بايه بقى ان شاء الله؟ كاسين ويسكي؟ ولا توصيل شويه جزم قديمه؟ ولا يكونش حفله تسليه وفرفشه وقطه وبطه ونيله؟ ولا يمكن قصه حب صغيره كده مع ايقاف التنفيذ؟ ها؟ انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ ما تفهموني. طيب تعالى شوف الشنطه فيها ايه وانت تفهم. تعالى بقى علشان تشوف انا هكسبك بكام. ايه ده؟ عايز تكسبني بشويه ورق؟ الورق ده هيجيلك من وراه 20,000 جنيه. 20 ايه؟ 20,000 جنيه عشانك في خبطه واحده. 20,000 جنيه؟ ليه انا؟ ايوه ليك انت. ده نصيبك في اللعبه الجديده اللي هنلعبها كلنا. لعبه ايه؟ لعبه السوق السوداء. هنخش على واسع، هنخش على ملايين. خلاص اعتبرني معاك. وتنفذ كل اللي اقول لك عليه من غير ما تشوف ومن غير ما تسال عن التفاصيل. اظن كلامي ده واضح. هو انا مجنون اسال وانت بتقول لي 20,000 جنيه وفي خبطه واحده؟ خد يا سيدي القلم. امضي بقى هنا. امضي؟ ما امضيش ليه؟ دي بقى خلصنا منها. امضي دول بقى باسم عزيز سالم التاجر المشهور. عزيز ونص كمان. هو الخميس اللي جاي هنعمل حفله من نوع خاص، هيحضروها بهوات مهمين جدا في اللعبه اللي احنا بنلعبها. البهوات دول هم اللي هيوافقوا على الحصص اللي انت ماضي الطلبات بتاعتها دلوقتي. ادي الشغل، ولو اني مش فاهم حاجه. بس داليا وقطه مش كفايه. خلاص نجيب عليهم كمان. انا ما احبش اغراض. بقول ايه؟ ما جو يعزم بهيرة، دي بقت جاهزة قوي، وبيتهيألي مش هترضى ترفض له طلب. والله فكره كويسه. ايوه بس ايه لزوم بهيرة؟ دي ممكن تكشف ورقنا والطالب بنصيبها يا رخر. لا شوف بقى، اصل في الاعمال بتاعتنا دي كل ما كتروا الستات كل ما لانوا البهوات وعملوا الاذونات. البهيرة معاك. انت معاك 400 جنيه. لبسها وشيكها هاتها معاك بقى. دي السافل وصل. سافل ومنحط كمان. وحقير وخاين، لكن برضه انشغلت عليك. عليا انا؟ اطمني خالص، كل حاجه ماشيه عالي العال. الليله دي كنت هايل، منافق، كذاب، قلبندجي، كلت الجو كله. حتى الشريف حطيته في جيبي. مبروك. شايفاك معجب قوي بالجو ده. ما هو اسمعي بقى، تريقه مش عايز، والاعتراض على اي حاجه اقولها واعملها مش عايز، فاهمه؟ وعشان ايه ده كله؟ عشان انت اللي شجعتيني ادخل وسط القذاره دي كلها، وكل ما اجي اتراجع تقول لي كمل كمل. مش للدرجه اللي وصلت لها. كان لازم استعمل كل وسيله. حتى اسراري تستعملها. انا بعترف انها سفاله، بس كان لازم اخلي داليا تصدقني وتثق فيا عشان تتكلم. طب ممكن تطلعني انا من اللعبه دي؟ لا، ده احنا دخلنا معركه واحده ولازم نكمل سوا المشوار. والمشوار ده لسه طويل. ايوه. حضرتك هتيجي معايا الخميس الجاي الحفله، حفله مهمه قوي هتوصلنا لكل اللي احنا عايزينه. لازم بقى تلعبي دورك يا استاذه، مش انا بس اللي ارقص على الحبل لوحدي. انا كنت واثق انك هتوصلي للنتيجه العظيمه دي. اديني مكتب وزير الداخليه بسرعه. انا سعيد بانتصارك الصحفي وارجو ان ربنا يوفقك.
الو. كل المعلومات ثابته في التحقيق يا فندم. ابتدينا الاجراءات من امبارح. الشرطه عامله التوقيت مع ليله الحفله. عم الشيخ، مفيش اخبار عن يوسف يا عم الشيخ؟ إنه يعود متأخرا وينزل مبكرا، مهموم مجدود في البحث عن الحقيقة. ادعي له أن يجدها. ربنا ينصره يا رب. إنك مثال الإخلاص والوفاء والصبر. لقد غيرت رأيي في النساء من أجلك. ليت كل نساء المدينة مثلك. ربنا يخليك يا عم الشيخ. الله معك ومعنا جميعا ومع الحق دائما. قول يا رب. يا رب يا عم الشيخ، يا رب. في صحة المشاريع. صحتك. وصلوا؟ تعالي. اهلا اهلا. هلو. اتفضل. اهلا يا بهير. هلو يا يوسف. اهلا. بهيرة هانم، ده ايه العظمة دي كلها؟ انا ما كنتش عارف انك بالجمال ده كله. متشكرة. مش قلت لك ان اسمها بهيرة؟ وهي بهيرة فعلا. خسارة، كنت احب اول مقابلة بينا محدش يشاركني اعجابي بيكي. معلش، الليلة سيبني اسلك وداني باعجاب الضيوف عشان اعرف اسلك معاك بعد كده. تحت امرك، انا جاهز لك دايما. من دلوقتي تعتبري البيت بيتك، ولازم تكرمي الضيوف المهمين اخر كرم. اخر كرم، ما تخافش عليا. بالعكس، ده انا اللي خايف لا طب. اتفضل اتفضل. أنا سعيد جدا بالتعاون التام ده في سبيل الصالح العام. ايه ده؟ احنا قاعدين رسمي كده ليه؟ مش نلحق ناخد على بعض قبل الضيوف ما تيجي؟ أوي أوي أوي. داني، قومي فرجيني على الشقة. كاسوسكي؟ ايوه اتفضل. اتفضلي. اتفضلي. الله، حلوة قوي القعدة هنا. بس ناقصها حاجة تشرب. تحبي تشربي ايه؟ ويسكي؟ آخر مزاج. طمنا عن موقعك. حاول. اطمن، ممكن مراقبة كل التحركات اللي بتحصل في شقة شريف. حاول. بصحتك يا واد، انت باين عليك هتاكل الجو كله الليلة دي. وانا اروح فين جنبك يا اخر طعاما؟ إيه يا دالي؟ نعم. مش تروح تستعد علشان تقابل الضيوف؟ حاضر. وأنت يا جميل بتعمل إيه؟ ابدا، بحط لك زرنيخ في الويسكي. أدوق. على مهلك. أنا السريع. يا جاهز انت. أخبارنا إيه النهاردة؟ كل خير. هدخلك السجن مقابلة. قول ان شاء الله. قد كده راسي يا واعي؟ هتشوف بعينيك. طب أنا عايز بقى البهوات يمضوا الأذونات أوام أوام. هاو، بس تراضيني. لا تطمني، الرزقة كبيرة وربنا هيرضينا كلنا. أنا بقى بتاع ربنا. فعلا. المرشدة بتاعتنا واقفة في الفرندا بعشرين. باين كل الأمور ماشية تمام. يوسف، تعالى، أنا عايزاك. هي واخدة يوسف ورايحة بيه على فين؟
لا لا، ده النهارده فانتازيه، كله بتاع كله. يبقى السؤال حر يا حبيبتي، ومن هنا ورايح ما اسموش يوسف، اسمه عزيز بيه، مش يويو. يوسف، انا ما قلتش لشريف على حكايه التسجيل اللي في بيت بهيره. انا كنت متاكد انك مش هتخوني الانسان اللي بيحبك، عشان واحده بتغير منك وعايزه تعرف احنا بنقول ايه لبعض. باين عليها متيمه قوي. هي دلوقتي مصلحتها في حته تانية. وانت؟ انا هنا. كداب كداب. لو ما كنتش بحبك كنت بلغت عنك، وكنت قلت انك انت اللي كنت بتنقلي الاخبار لشريف، وانك عارفه ان هو اللي عمل الحريقه، وانك انت اللي قلتي له على ميعاد الجرد الفجائي، مش كده؟ وعرفت منين ان انا اللي عملت كده؟ مش مهم عرفت ازاي، المهم حصل ولا لا، ولا مش ناويه تفتحي لي قلبك زي ما فتحت لك قلبي؟ انا مش قلت لك على كل اسراري؟ ايوه يا يوسف، حصل واضطريت اني اعمل اكتر من كده كمان. انا مسؤوله عن عيله كبيره وعايزه اعيش زي ما غيري ما هو عايش. على العموم خلاص، فاضل شغلانه الليله وهتبقى اخر مره، وبعد كده هكون لك على طول. ميم 2. داليا مع يوسف في اوضه المكتب، وظهر ان شريف حس بغيابه. حاول. احنا نسينا المهمه اللي احنا جايين لها ولا ايه؟ لا ابدا، ده احنا بس بنسخن قبل بدايه الماتش. العصابة وصلت. خلي بالك، تابع التحركات، بلغنا أول بأول. نورتونا. ميرسي. البيه يحب يشرب ايه؟ ويسكي بالصودا. والبيه؟ كونياك. ايه رأيكم يا بنات؟ نعمل رقصة استريبتيز، نعمل قرعة ونشوف مين اللي تبتدي. ها؟ ريدي؟ يلا. يلا. كلوا بامية. انتي مش كفايه كده بقى ونمضيهم على الاوراق ولا ايه؟ اعلى مستجد. كل ما زاد الانسجام كل ما غليت الحصص. ولا عايز ال20,000 بتوعك يكشوا ويبقوا 200؟ يوسف، ستريبتيز يعني ايه؟ لا ده عرض جميل جدا. الواحدة تقلع هدومها حتة حتة على المزيكا، كله على المزيكا. يا خبر، دي القرعة طلعت عليا اني ابتدي. مستنية ايه؟ بهيرة تعالي، مستنية ايه؟ تعالي. روحي شوفي شغلك. تعالي هنا. استنى. انا مستحيل اخليها تعمل كده. استنى بس، اقعد. قبل ما تتصرف اي تصرف يخليني ازعل منك، احب افهمك ان تحت ايدي الاثبات على انك انت اللي سرقت اموال الشركه وانت اللي دبرت الحريق. ميم 2. هل تسمعني؟ حاول. اسمعك بوضوح، حاول. سمعت شريف بيهدد يوسف بان تحت ايده دليل على ان هو اللي حرق المخازن. شريف بيهدد يوسف بورقه مضاها باسمه وهو سكران، فيها اعتراف صريح بان هو اللي اختلس وهو اللي حرق المخازن. انت مجرم. لا، المره دي مش في شنك، المره دي بحق وحقيقي. اقعد بقى، خلينا ناخد الاوراق من جوب البهوات بارخص ثمن، عشان احنا بنبيع باغلى ثمن. روق كده وخلي اللعبه تحلو. خدي شوية ويسكي يشجعوكي، ده مش وقت كسوف. ايه التقل ده يا روحي؟ مادام جت عليك القرعة تبقي لازم تنفذيها. كلاب! كلكم كلاب! يخلصك كده يا شريف بيه؟ ايه المعامله دي؟ دي فتوه. مرشدتنا ضربت واحد من البهوات وخرجت زعلانه. قطه. يوسف، ما تبوظش كل اللي عملناه. ما تتحركش لغايه ما اجيب لك الاوراق اللي شريف ماسكك بيها، وبعد ما ناخد الاعتمادات بتاعه الحصص تبقى الثروه بتاعتنا انا وانت. ايه يا بهوات؟ هو ما فيش بهيرة يعني؟ ما فيش ستات ولا ايه؟ اهو كده.
بهيرة حصل ايه؟ اطمني كله ماشي تمام. تعالي معايا. هاجموا الشقة. داليا داليا في كل سنة يكون ده انت لا والله. كله ماشي تمام. القوة هجت الشقة. يبدو انه وسائل البوليس يتقضى على الاعصاب. تعالي مش ممكن تطلع فوق دلوقتي عشان يجرالك حاجة. داليا يوسف، أنا آسفة على اللي حصل. أنا السبب في كل اللي جرى لك. ولا يهمك، ده جرح بسيط. المهم انت. أنا كان نفسي أشاركك الانتصار ده وأشاركك في حياة نظيفة، وأثبت لك إن الإجرام مش في دمي. داليا داليا اعضاء العصابة تستسلم بسرعة شوية. يوسف، يوسف، سيبني. مش كده يا بهيرة، مالي مش كده بهيرة. يوسف، ألف حمد لله على السلامة. إن شاء الله أول ما تخف على الجريدة على طول. الوظيفة محجوزة لك. أنت دلوقتي بقيت خبير. ألف شكر يا أستاذ وجدي. أنا خلاص تبت لله. شوف لي بقى وظيفة في الأرشيف. إيه رأيك يا بهير؟ ده في قضية جديدة مستنياكم. أما نخلص من القضية دي الأول.